حياكم الله مشاهدينا الكرام. إذن المباراة تنتهي بالتعادل السلبي 0-0 بين عمان والمغرب. فهد، بشكل سريع لو سمحت الشوط الثاني. بشكل سريع خالد، نفس ما توقعت في تنظيم المنتخب العماني، والأغرب من هذا خالد تصريح كرش يقول تحسنا في الشوط الثاني رغم النقص العددي في بداية الشوط الثاني دقيقة 53. المنتخب المغربي أصلا بادر وكان أقرب في أنه يطلع لمناطق أعلى ولعب في مهاجمين، وهذه جرأة تحسب للجهاز الفني المغربي. لكن بشكل عام أعتقد أن المنتخب العماني لا يستحق الفوز في مباراة اليوم. خالد الهاجري. والله شوف ابو جاسم، يعني اول شيء انا اشكر اللاعبين على المجهود اللي بذلوه في المباراه. المباراه كانت صعبه ولكن لم نستغل طرد، لم نحسن التعامل مع سيناريو المباراه. مثل ما شفنا يعني المدرب يعني شفت انه كان راضي على نتيجه التعادل، كونه يسعى للتعادل اكثر من الفوز. نفس الشيء يعني على مستوى الشكل الهجومي لم نرى المدرب غير من الشكل، يعني مثلا ما شفنا زق بمهاجم ثاني عشان مثلا يكون زياده في الهجوم او نحسن او نصنع فرص يعني. ولكن يعني نقدر نقول انها نقطه ايجابيه من امام منتخب مرشح نبني عليها ان شاء الله المباراه القادمه يعني. حسين عموته. والله صراحه دائما كنتكلموا على ظروف المقابله. اليوم طرد يعني حمد الله صراحه خلق مشكل. بداية الشوط الثاني كانت النية واضحة والمنتخب بدا كيضغط يعني من أول دقيقة على أساس أنه يسجل، لكن مع الأسف يعني الطرد خلى ربما أنه تبدأ بعض الحسابات. شجاعة المدرب السكيتيوي خلاته أنه يقحم 2 يعني مهاجمين، وهذا بحثا منه دائما ونية منه على أنه يبحث على تخليص المقابلة لصالحه، لكن مع الأسف يعني اللاعبين يعني ما استطاعوش أنهم يسجلوا. في ظل استغراب هو أنه يعني المنتخب العماني صراحة لم ينتفض ولم يبحث على ال3 نقاط. يعني احنا انتظرنا تقريبا دقة 94 باش نشوفوا يعني أول توغل داخل 18 ورفعة يعني أبيدت من طرف يعني اللاعبين أو المدافعين المغاربة. أنا تنظن أنه نقطة إيجابية بالنسبة للمنتخب المغربي نظرا للظروف والطرد. حظ أوفر إن شاء الله في المقابلة يعني هذه القادمة. وأنا صراحة أتمنى أن تكون يعني المقابلة القادمة يعني خاصة أنه الخصم سيكون المنتخب السعودي، ستكون يعني في المستوى يعني العالي من ناحية الأداء ومن ناحية يعني خاصة يعني الهجوم نشوفوا أهداف إن شاء الله.